بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو عندنا شيء مهم، شيء يعاني منه الكثير من الحلاقين. بعض الحلاقين خصوصا المبتدئين عندما يصبغ لحية الزبون يكون عنده بعض نقاط الصبغة ظاهرة، إما هنا مع التحديد أو على الجوانب أو في بعض الأماكن، وتكون هذه البقع بشكل غير لائق، يعني ما يجعل الزبون لا يكون مرتاح يعني بهذه العبارة، ويمكن ما يرجع عندك للصالون مرة ثانية. اليوم في هذا الفيديو سوف أعطيك أخي الحلاق المبتدئ الحل نهائيا للتخلص من هذه المشكلة وصبغ لحية الزبائن بشكل مرتاح، بتكون مرتاح، لا تهتم للصبغ الزائدة. سوف أوريك في هذا الفيديو الذي سوف تشاهد الآن. جاءني زبون صبغ اللحية في البيت، بعد ما صبغ طلعت لها الصبغة كلها في الجوانب هنا والجوانب هنا والجوانب هنا، يعني بشكل صار شكلها يعني شكل غير لائق بهذه العبارة، حتى انها صبغ الحواجب، وبعد ما صبغ الحواجب ظهرت لها الصبغة هنا فوق الحواجب، يعني بشكل يعني هذا الزبون صار حبيس البيت، صعب أنه يخرج من البيت لأن شكله كان شكل غلط. لكن الحمد لله تمكنا من إزالة هذه الصبغة بمواد موجودة في كل الأماكن. إذا إخواني، لنتابع هذه الطريقة، وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد دائما، وتشجيعاتنا بالضغط على زر لايك وتعليقاتكم. سوف تجدون روابط فيديوهات تحت أسفل هذا الفيديو، روابط فيديوهات يمكن لكم الاستفادة منها. إذا لنتابع. إذا نفس ما شرحت لكم في الأول أيها الإخوة الكرام، نفس ما تشاهدون الصبغة مشوهة تقريبا الوجه، نفس ما تلاحظون هنا عند الأذن، وهنا في الجنب، وفي هذا الطرف أيضا نفس ما تلاحظون، يعني شيء لا يطاق طبعا. عند الشنب وهنا في الحواجب نفس ما تلاحظون الصبغة ظاهرة عند الحواجب هنا، يعني كان غلط كتير. إذا أيها الإخوة الكرام، نحتاج لإزالة هذه الصبغة، نحتاج إلى هذا المحلول الذي به سوف نزيل هذه الصبغة. ثم بعد ذلك نحتاج إلى بعض قطع القطن، نفتح هذه القنينة، ثم بعد ذلك نضع القليل من هذا المحلول في هذه القطن ونمسح بها نفس ما لاحظتم في الفيديو، وبهذه الطريقة ينمسح الخط. سوف أريكم نوعية هذا المحلول والأنواع الثانية بعد ما ننهي الفيديو، لكي تتأكدوا أن هذا المحلول جد فعال وصالح للاستعمال. بعد ما وضعنا المحلول في قطعة القطن بدأنا نمسح بهذه الطريقة، نفس ما تلاحظون، مع ضغط شوي قليل من الضغط، ليس بالضغط الكبير كي لا يتورم المكان. نفس ما تلاحظون الصبغة تزال، ونعود للطرف الثاني. نحن لا نشتغل على طرف واحد، دائما الاشتغال على طرفين كي لا يتم الضغط على طرف واحد ويتورم. نفس ما تلاحظون نستمر على هذه العملية، وسوف تلاحظون أن الصبغة تزال
بهذه الطريقة أيها الإخوة، أن نفس ما حدثتكم في الأول، هذا الزبون صبغ في البيت، حاول يجرب أنه يصبغ في البيت، لكن نفس ما تلاحظون صار شكل الصبغة فظيع. بهذه الطريقة بدأنا نزيل الصبغة بهذا المحلول. عندي على القناة فيديوهات تشرح طريقة الصبغ لكل من أراد أن يتعلم. نفس ما تلاحظون هنا الصبغة تطلع في قطعة القطن، علينا تغيير القطعة مرة وإضافة المحلول. هذا المحلول جد فعال، موجود أنواع كثيرة، لكن لا يجب علينا الضغط في مكان واحد، علينا كل مرة مسح مكان لكي لا يصير تورم عند الزبون. إذا كنتم تتوفرون على هذا المحلول سوف تتمكنون من صبغ اللحية بأريحية. هنا تلاحظون يعني بدأت الصبغة تنمحي. ونستمر على هذه الطريقة بنفس الحركة. كما تلاحظون أيها الإخوة الصبغة بدأت تخف بشكل كبير. هنا نعود إلى الشنب، الصبغة ظاهرة بشكل كبير. نبدأ بالمسح في الشنب ثم نرجع إلى الأماكن الثانية بدون الضغط بشكل كبير. نفس ما تلاحظون مرة هنا ومرة هنا. تلاحظون أن الصبغة تقريبا أزيلت بشكل كامل. وهكذا أيها الإخوة تلاحظون أزيلت الصبغة بشكل كامل، تقريبا نسبة 90% أزيلت، نفس ما تلاحظون. إذن أيها الإخوة بعد ما أنهينا مسح الصبغة الملتصقة في الجلد كما لاحظتم في الفيديو، فإننا استخدمنا هذا المحلول نفس ما تشاهدون مزيل طلاء الأظافر. ليس بالضرورة هذه النوعية، موجود نوعيات كثيرة. هذا المحلول رخيص وموجود في كل بيت تقريبا، عند كل النساء، يعني الواحد يقدر ياخده من عند أخته ولا زوجته، ولا يعني موجود، ولا يشتريه من عند بائعي مواد التجميل، يعني موجود ورخيص. ليس بالضرورة هذه النوعية، أي نوعية مزيل طلاء الأظافر يكون فعال. أتمنى أن الفيديو يكون قد أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.